اشتقاق دالة كسرية. مثال لذلك نكتب هنا f لx يساوي على الشكل التالي x أس 2 ناقص 1 على x أس 2 زائد 3. نريد الآن اشتقاق هذه الدالة. بشكل عام أن هذه الدالة ممكن كتابتها على الشكل التالي، أي أن u لx على v لx. اشتقاق هذا النوع من الدوال يتطلب تذكر القاعدة التالية، وهي v لx أس 2 o لx شريطة أي اشتقاق o لx ضرب v لx ناقص o لx بدون اشتقاق ضرب v لx شريطة أي اشتقاق v لx. إذن نطبق الآن هذه القاعدة f لx شريطة يساوي، يعني في هذه الحالة نكتب x أس 2 زائد 3 أس 2 هنا x أس 2 ناقص 1 شريطة ضرب x أس 2 زائد 3 أي ما موجود هنا في الأسفل ناقص x أس 2 ناقص 1 بدون شريطة هذه المرة ضرب x أس 2 زائد 3 شريطة. الآن نقوم بإكمال عملية الاشتقاق الدالة f لx. f شريطة يساوي، إذن كما نلاحظ أنها دائما موجود في آخر المطاف موجود دالة حدودية. هنا اشتقاق دالة حدودية أي أن x أس 2 النتيجة هي 2x ناقص 1 هي 0 ضرب x أس 2 زائد 3 ناقص هنا x أس 2 ناقص 1 ضرب x أس 2 هي 2x زائد 3 اشتقاق زائد 3 النتيجة هي 0. نكمل الآن عملية الاشتقاق. يساوي هنا في الأسفل دائما x أس 2 زائد 3 الكل أس 2. نقوم الآن فقط بعملية النشر، أي أن هنا 2 ضرب x أس 3 زائد 6x ناقص 2 x أس 2 زائد أو أس 3 زائد 2x، وبالتالي تكون نتيجة كان هنا مسموح كتابتها f لx شريطة يساوي هي x أس 2 زائد 3 أس 2. نختزل هذا الجزء مع هذا الجزء وتبقى النتيجة 8 x. وبهذه الطريقة نكون قمنا باشتقاق الدالة الموجودة أعلى. أهم ملاحظة هي تطبيق قاعدة اشتقاق خارج دالتين. وشكرا.